ليه آلاف السياح بيحبوا يتمشوا في المعز وخان الخليلي وباب زويلة، القاهرة القديمة عامة ووسط البلد؟ وليه احنا نفسنا بنحب المكان ده مع انه زحمة؟ هل السبب التاريخ ولا في سر معماري؟ أول سر إن المدينة كانت معمولة للمشي. بص يا سيدي، الإنسان الطبيعي يقدر يمشي حوالي 400 متر ل 500 متر في 5 دقايق، وإيه الخدمات اللي مطلوبة تكون في المدينة أو في المنطقة بشكل عام؟ جامع وسوق وسبيل وحمام ومدرسة. أنا بتكلم على زمان. الغريب بقى إن معظم الخدمات دي داخل مسافة المشي، وده اللي النهاردة بنسميه ووكابيلتي أو قابلة للمشي. قبل اختراع العربيات كانت المدينة بتتصمم على إن كل الخدمات تقدر تروح لها مشي، وإن هي تكون قريبة منه، زي الأسواق ودور العبادة والورش والمدارس والسبل كانت متوزعة داخل النسيج العمراني بحيث إن أنت تقدر توصل لها مشي. وخد بالك ده النهارده الدول كتير بتتبنى الفكرة دي، وبقى أحد أهم المبادئ للتخطيط العمراني عشان يقللوا الاعتماد على العربية وتحسين جودة الحياة. طب خلينا نقول ليه الشوارع ضيقة؟ ناس كتير فاكرة إن الشوارع الضيقة دي دليل على تخلف وإن الناس بتبني وخلاص، لكن الحقيقة دي كانت فكرة عبقرية جدا. خلينا اشرح لك. كل متر زياده في عرض الشارع يعني بتزود شمس اكتر، يعني حر اكتر. الشوارع الضيقه بقى بتقلل التعرض للشمس وبتوفر ظل معظم الوقت وبتخفض الاشعاع الحراري وبتخليك تعرف تمشي في الصيف. يعني الشارع نفسه كان جهاز تكييف. المشربيه دي بقى مش مجرد ديكور. بص يا سيدي، فايدة المشربية إن هي بتكسر أشعة الشمس المباشرة، وبتسمح كمان بدخول الهواء، وكمان بتحافظ لك على خصوصية البيت، وبتسمح من الرؤية من الداخل للخارج، وبتقلل التوهج. النهارده بقى احنا بنحط ستارة، نقفل الشبابيك وبنفتح التكييف. الفناء، الكوت. ليه كل البيوت الإسلامية فيها فناء؟ بص يا سيدي، فايدة الفناء ده بقى إيه؟ بيحسن حركة الهواء وبيقلل درجة الحرارة، بيدخل ضوء طبيعي وبيوفر خصوصية، وكان بيخلي البيت كده يتنفس. الملقف. قبل الكهرباء بقى كان في تكييف. بص يا سيدي، ملقف الهواء ده بيجمع الرياح وبيدخلها لجوه كأنه تكييف مركزي، وفي بعض الحالات كان بيعدي على ميه باردة عشان يبرد الرياح وهو داخل للأوض، وده أقدم حلول الباسيف كولينج في العالم.